ويا أهلين ويا سهلين، شلونكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تمام. بعرف إلي زمان ما صورت لكم وصفات، بس جبت لكم هالحلا، حلا بشهي لعشاق القهوة، اسمه حلا اللاتيه. وحتى اللي ما بيحبوا القهوة كمان رح يحبوا هذا الحلا ويدمنوا. أول شي بزبدية عميقة بدي أحط ظرفين كبار كريمة خفق بودرة، أو 4 صغار، المهم وزنهم كلهم 150 جرام. فضيهم بقلب الزبدية وبدي أحط فوقهم ظرف كريم كراميل، وبدي أحط فوقهم كمان 6 مكعبات جبنة، وكمان ظرف نسكافيه لاتيه، ومعلقة صغيرة نسكافيه عادية، ومعلقتين كبار حليب بودرة، وعلبتين قشطة، وآخر شي كاسة مي كبيرة. بخفقهم إما بالمحضرة بالخلاط بخفقة كريمة، المهم يكون القوام هيك. هلأ بدي بلش استخدم بسكوت كافي جوي لهذا الحلا. بنص كاسة حليب سائل بدي فضي أو دوب ظرف كريمة، عفوا ظرف نسكافيه لاتيه، بحركهم منيح وبلش أغمس البسكوت. أنا رح استخدم طبقتين طبقتين، بحب بسكوت مو طبقة طبقة. أول شي بدي أعمل طبقة بسكوت. طبعا الجات هذا الكبير أنا استخدمت 8 علب بسكوت كافي جوي. بغمسهم لانهي اول طبقة، بحط الطبقة الثانية من خليط الكريمة، بفردها منيح وبكمل الطبقات، طبقة بسكوت طبقة كريمة هيك لحتى تخلص عندي اخر طبقة تكون كريمة. بدي رش عليها رشة نسكافيه مشان اعزز نكهة القهوة. واخر شي كمان غيرت من علب البسكوت الكافي جوي، بدي اجيب علبتين زيادة اطحنهم على محضرة الطعام ليصيروا ناعمين، ورشهم كآخر طبقة على الحلو. جربوها، كتير كتير طيبة عن جد، ما رح تندموا. انا عملتها بعيد ميلاد بناتي، اول حلا كان رايح والكل حبه.